السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. يقولون في الغرب أن السترة والاحتشام هو المثال للرقي والكمال. هذا الغرب اللي قالوه على الاحتشام وعلى السترة، فما بالك نحن المسلمين اللي جاء في ديننا الحجاب والستر والعفاف والاحتشام. اليوم باش يكون موضوع حلقتنا على الحجاب وعلى الإعلاميات المتحجبات في الحقل الدعوي والإعلام الديني. يسعدني ويشرفني اليوم تكون ضيفتي الإعلامية خلود بن فرج. أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكون بخير. شكرا أخت وفاء على الاستضافة، ربي يبارك لك وربي ينفع بك أينما كنت. اللهم آمين. إذا خلود، أول سؤال كلاسيكي في برنامجنا كما العادة، لأنه البرنامج هذا يخدم بدرجة أولى الحجاب ويكرس فكرة الحجاب في كل مجالات. من أين ابتدأت مسيرة خلود بن فرج مع الحجاب؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة نشكرك على الموضوع هذا، لأنه بصراحة موضوع هام جدا، يعني في وقتنا توا في العصر الفتن اللي تموج بينا من كل جانب، وقليل جدا اللي تلقاها يعني متحجبة عن اقتناع، لأنه أصحاب الضلالة ينادون من كل جانب، وهذا يخليهم معناها في صراع ما بين النفس والشيطان والنداءات والهتافات اللي تدعو للضلال. جزاكم الله كل خير وزادك اللهم علما، وربي يثبت أجركم. بالنسبة لمسيرتي مع الحجاب منذ الطفولة ولله الحمد، وهذا موضوع يأثر فيه برشا، لأنه يرجع أولا الفضل لله عز وجل، لأنه نشوف من خلال مسيرتي الصغيرة أو من خلال طفولتي نشوف أنه اختيار من الله سبحانه وتعالى، لأنه نحمد ربي سبحانه وتعالى أنه اصطفاني على كثير من المسلمات، مش من المسلمات، لأنه اصطفاك بالحجاب في وقت فيه فتن، كثرت فيه الفتن. صح. بصراحة الواحد يستحضر النعمة هذه، يحمد ربي حمدا كثيرا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. مسيرتي مع الحجاب بدأت منذ 7 سنوات. ما شاء الله. مش متحجبة منذ 7 سنوات، ولكن ترسخت فيا هذه وتبنيت فيا على مش مجرد اني انا قريت آية قرآنية ولا لا، بعد اكتشفت انه راهو فرض ذاك، وبعد مسيرتي معاه معناها تعمقت في الحجاب ولله الحمد، عرفت انه هذيك ميزة من الله سبحانه وتعالى، وانه هذاك نعمة وفضل عظيم على المرأة المسلمة. خويا الله يرحمه بالمناسبة نترحم عليه، رباني هو كان ديما يوصيني يقول لي راكي تكبري، كي تكبري تزيدي عامين عام 3 سنين نحب اختي تتحجب، يجيب الفولاره نتاع امي ربي يبارك لي فيها ويحجبني، يقول لي شوفي الحجاب محلاه. هذوما راهو انا ممكن مانيش شكلي واعيه بهم، وممكن حتى المشاهد اللي يتفرج فينا والمشاهده تراهم حاجات بسيطه، لكن هما عندهم اثر كبير. وانا معناها حتى امي قبل تقول لي والله بنتي حتى كي تحجبت وجاني القرار نتاع الحجاب، تقول لي كانت وصية خوك، وتبدا تحكي لي انا شنو وهو كيفاش يتعامل معايا، يجيب لي حاجه يسترني بها، ويقول لي شوفي محلاه. كبرت قريت في المدرسه، بعد مشيت للليسي عمري 15-16 سنه هكاك، في بدايه العمر 16 سنه اتحجبت، جاني القرار باش نتحجب. ونهار اللي تحجبت هذاك النهار ما ننساش الجمله، اول ما عرضتني امي الحمد لله، يعني العائله لا واحد فيهم جا ضدي، بالعكس خواتي الاولاد 3 معناها زوز هما عندي 4، واحد توفى بقوا 3، اللي يشوفني ما يقوليش بك تحجبتي ولا صغيره، بالعكس الحمد لله ربي استر اختي هكا، يعني الكلمات هذيك بقات في وذني. امي تقول لي ربي يزينك يا بنتي بالحجاب ويزيدك زينه على زينه. واضح. إذا خلود الحقيقة قصة مؤثرة قصتك، وحكيتها أنت بكل تأثر باين. أكيد المشاهدين والمشاهدات اللي قاعدين يتفرجوا يا يعتبروا بها يا يعتبروا بالقيم اللي أنت قلتهم في وسط القصة. إذا ثاني فقرة لنا في البرنامج أكيد خلود، ومازلنا في إطار الحجاب وفي إطار موضوع الحجاب اللي هي ريد أور جرين. ريد اور جرين، طبعا قدامك الريد وقدامك الجرين. خلود انه ممثله تتقمص الدور بالحجاب للتمثيل فقط. انت والدور
جرين. اوكي. علاش هزيت لها ورقه خضراء؟ النبيح. تراها انه تنجم تكرس فكره الحجاب حتى في مسلسل؟ هو الدليل مسلسل إليف، البريود اللي عدوا فيه مسلسل إليف، الناس كل بنات برشا بنات تحجبت في صحيح. إليف. إذا ريد أور جرين، مقولة إياد القنيبي، الدكتور إياد القنيبي، اللي يقول الحجاب مش حرية شخصية. شنو ينجم يكون؟ امتثالا لله عز وجل وعبادة وتقرب من الله سبحانه وتعالى. تمام. ريد أور جرين، ارتداء الحجاب في شهر رمضان فقط. كل شيء جرين اليوم. أي خاطر فما خير من داخل، خاطر نفسانيا داخليا فما خير في الشخص هذاك، معناه ينجم تتحجب، وهي خطوة تغلبت على نفسها وعلى الشيطان في نفس الوقت في رمضان. إن شاء الله تكون خطوة لما خير إن شاء الله. اللهم آمين. بشر ولا تنفر. إذا ختاما خلود، في ختام بودكاست متاعنا عنا رسالة باش نطلبوها منك في دقيقة، رسالة في دقيقة، يلا. أمامك فتاة باش تنحي الحجاب، قررت هي تتحجب باش تنحي الحجاب، وأنا متأكدة أنه جاتك الكاذي، كيفاش تتصرف معاه؟ والله هو جاني حاجة كما هكا، وهو راه شوفي الفكرة أن باش تنحي الحجاب جاها من الشيطان، وكما قلت الفتن تموج بينا من كل جانب. فشنو تعمل؟ تجدد النية، جدد نيتها أنه ذاك راهو مش مجرد حجاب، مش مجرد قماش كما يراها البعض، ولا معناهش غطاء للراس، وانما امتثالا وطاعة لله عز وجل. تجدد نيتها انه الاخرة خير وابقى، انه هذاك رقي ورفعة من الله سبحانه وتعالى، او انه كل وين تخزر للمراية، خاطر الشيطان يزين لك نفسك تشوف خاصة توا باجات فيسبوك الانستغرام اللباس، خاصة من ناحية اللباس قلة ونادر تلقى واحدة لابسة اللباس الشرعي ومعناها الساتر كما ربي سبحانه وتعالى أراد. نقولها استغفري مولاك، أول حاجة استغفار، التوبة، تحاول إنها تصلي ركعتين، تحاول إنها تخزر للمراية تبدأ تحكي مع نفسها إنه ذكرى وامتثالا لله، إنه تجدد إيمانها، كي تجي خارجة من الدار تبدأ تحمد ربي سبحانه وتعالى على ذلك الاستيفاء الرباني. تقول اللهم إني نويت هذا العمل امتثالا لأمرك سبحانه وتعالى. يعني وأول حاجة معناها ننصحها بها تصلي ركعتين لله عز وجل، باش ربي يقوها على هذه الطاعة اللي صعيبة في وقتنا تو، بالحق نقولها صعيبة يا وفاء بدرجة لا معناها ما تنجمش تتخيلها، لأنه أصحاب السوء برشا، صحبة لازم الصاحب ساحب، خيركم معناها الصحبة الصالحة لابد من الدين على مرء خليله، لازم نتبعه أكيد. نجددوا إيماننا بصحبة الصالحة أكيد. صلوا ركعتين، كما قلت لك نخزر للمراية ونبدأ نحكي مع نفسي إنه هذاك امتثال لله، أنه الجنة راهي غالية، راهو مش بالسهل باش إنك باش تمشي للجنة، ولا مش بالسهل باش تلقى رضا الله. تذكر إنه هذاك كي تخرج بحجابك مستورة، راهو ربي سبحانه وتعالى كي ينظر لك بنظرة الرضا. واضح. إذن في الختام أنا زيدا نحب نوجه رسالة سمعتها من الدكتور النابلسي طبعا حفظه الله ورعاه، قال إنه علاش غلي لحم العلالش يعني ولحم البقر وغيره، لأنه للأسف رخص لحم الناس، وما نحبوش كل طفلة تكون هي اللحم اللي يحكي عليه الدكتور راتب النابلسي. في الختام خلود باش نهديو لك كادو كما العادة من شركة زوم الرودة تقدمه لك، طبعا ما نحبوكش تخرج يدك فاضية. شكرا لكم. تفضل خلود، هذا برودوي من شركة زوم الرودة تكتشفوا وحدك إن شاء الله. هدية شكر خاص ليهم، وربي يجازيكم كل خير. وأنا فرحانة برشا بالاستضافة هذه، لأنه جات عفويا وجات معناها مش مبرمجة. وشكرا وفاء مرة أخرى، إن شاء الله ربي يحفظك ويرعاك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، استنونا في حلقات أخرى أجمل تحت فؤاد طرابلسي، في أمان الله.